مش موهبة واحدة وإنما العديد من المواهب راح نتعرف عليهم في هذه الصبيحة مع الشاب عبد الودود نواس. هو معلق رياضي ومصور وفي نفس الوقت إعلامي على ما أظن. صباح الخير عبد الودود، مرحبا بك معنا. صباح الخير، مرحبا اهلا وسهلا بك. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. شكرا جزيلا دائما وابدا استاذه لينا على هذه الاستضافه وهذه الاجواء الرائعه هنا بسيدي فرج. العفو، مرحبا بك معنا عبد الودود. إذا بداية وقبل كل شيء لو نتعرفوا عليك ونعرفوا المشاهدين بشكون هو عبد الودود. هو إعلامي، مصور فوتوغرافي، أم معلق رياضي، أم عضو في جمعية كافل اليتيم؟ نواس عبد الودود هو شاب جزائري 28 سنة أقول. خريج مدرسة الإعلام، إعلام والاتصال. درست الصحافة وقبل ذلك كنت منخرط في جمعية المجتمع المدني أقول. قبل ذلك كنت في الكشافة، مسيرة كللت بالولوج إلى بعض المواهب. ما حبيتش نخليها هكذاك، كل حاجة في مكانها. اولا كانت في الكتابه، كنت نكتب في بعض المواقع. بعدين هذه الموهبه جسدت او خرجتها عبر كتاب سميته المختلف، كان في معرض الكتاب الدولي سيلا. احكي لنا شويه على المختلف. هو مسيره تاع شاب 20 سنه، كان بداية أي شاب طموح يريد النجاح، يريد إبراز موهبته، يريد الولوج إلى هذا العالم، يريد أنه يبان كما نقولوا بالعربية في مجال الجيدو أولا كرياضة. جميل. بعدين انتقلنا إلى كرة القدم، لعبت في عديد النوادي على غرار اتحاد البوليد، على غرار نوادي هنا في العاصمة. بعدين نعود إلى المجال الكتابة. قلت أنه هذه الكتابات اللي كنت نكتبها عبر خواطر أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات التواصل الاجتماعي، جمعتها عبر كتاب واحد تم إصداره في عنوان المختلف في معرض الكتاب سيلا 2019. لكن لماذا المختلف؟ ما قلت لناش لماذا المختلف عبد الودود؟ دائما ما يريد الإنسان لما يكون صغير يريد الاختلاف عن البقية، يريد الظهور والبروز بلمسته الخاصة، يريد أن يكون له طبع خاص وبصمة مميزة له. اكزاكتومون، حتى يبقى في ذهن الآخرين. جميل. إذا عبد الودود عرفناك كإعلامي وكرياضي، كنت خضت تجربة في العديد من التخصصات الرياضية، من هنا نكتشف حب وشغف عبد الودود بالمجال الرياضي، وين كنا شفناه أيضا في التعليق الرياضي. يلا احكي لنا شوية كيفاش حتى اخترت أن تروح للتعليق الرياضي ولماذا؟ طبعا التعليق الرياضي هو شغف، كان منذ الابتدائي كنت نجلس بين الأطفال أو بين تلاميذ، نعلق لهم على المباريات. جميل. ونشوفوا معنا المباريات. بعدين تم التكوين عبر مختلف الدورات التكوينية. كنت مولوع أو شغوف بالأستاذ حفيظ دراجي، كنت نشوفه كقدوة، كنت نشوفه دائما أنه هو المثال الأعلى. حبيت نقلده، ليس بالأسلوب، حبيت نقلده في النجاح نتاعو. جميل. درست صحافة وشاركت في عديد المسابقات. بعدين حصلت على المرتبة الثانية في أكبر مسابقة في العالم العربي منظمة من طرف قناة عالمية. حصلت على المرتبة الثالثة بعد المصري والسعودي أيضا في مسابقة أخرى. جميل. هذه هي المسيرة. الآن أنا نعلق على دورات في المستوى المتوسط. أطمح إن شاء الله إلى التعاقد مع قناة لما لا، تكون وطنية جزائرية ولما لا في الخارج إن شاء الله. إذا كل هذه هي البطولات كنت شاركت فيها، راح نتعرفوا على تجربتك كيف كانت في هذه المسابقات والبطولات. لكن قبل ذلك لو نقول لك في هذه الصبيحة عبد الودود، بما أنك راك حاضر معنا عبر برنامج الشبابية مورنينغ والقناة الشبابية في هذه الأجواء الصيفية، أنه لو نقدموا لك بعض الصور حول مباراة معينة أنه تقدر تعلق لنا عليهم في هذه الصبيحة. جاهز دائما وأبدا. يلا إذا الآن نقدم لك بعض الصور للتعليق عليها ونكتشف مع بعض صوت عبد الودود في هذه الصبيحة.